السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ في فيديو النهارده هنتكلم عن واحده من اكتر الالعاب تاثيرا في تاريخ صناعه الالعاب. لعبه بدات من مبرمج واحد بيعمل فكره صغيره في بيته لحد ما وصلت لاكتر لعبه مبيعا في العالم. اللعبه دي هي ماينكرافت. هنتكلم عن بدايتها وازاي اتطورت وايه اللي خلاها تنتشر بالشكل ده واشهر اللحظات اللي غيرت في مسارها. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبدا. القصه بدات في 2009 مع مبرمج سويدي اسمه ماركوس بيرسون، او زي ما معظمنا نعرفه باسم نوتش. الراجل كان شغال في شركه العاب صغيره لكنه كان بيحب يجرب مشاريع جانبيه في وقت فراغه، وكان متاثر جدا بالعاب زي دورف فورتريس اللي كانت بتخليك تبني عالم كامل مع سرفايفل اليمنتس، وبرضه كان متاثر جدا بلعبه دنجن كيبر وكمان لعبه انفيني ماينر اللي كانت السبب الاكبر في الهامه. اللعبه دي كانت بتخليك تحفر بلوكس وتبني بيها. نوتش اخذ الفكره وقرر يعمل لعبته الخاصه. في مايو 2009 بدا يرفع نسخه اوليه على منتدى تيك سورس، ووقتها اسم اللعبه كان كيف جيم. اللعبه في البدايه كانت بدائيه جدا، مجرد بلوكس بتحفرها وتحطها، لا كان في وحوش ولا سرفايفل ولا اي حاجه معقده، لكن الناس اتشدت لفكره انك تقدر تبني اي حاجه في خيالك. نوتش شاف التفاعل وقرر يكمل في تطوير اللعبه وسماها ماينكرافت اوردر اوف ذا ستون، لكن الاسم كان طويل فاختصره وخلاه ماينكرافت. ومن هنا بدات الرحله الحقيقيه. في يونيو 2009 نزل نسخه مدفوعه من اللعبه على موقعه الشخصي، وكانت لسه في مرحله الالفا. الغريب ان الناس بدات تشتريها وتشارك فيديوهات ليها على اليوتيوب، وده كان واحد من اهم اسباب نجاح اللعبه. وقتها اليوتيوب كان بيكبر بسرعه والجيمرز كانوا بيحبوا يشاركوا تجاربهم. ولعبه زي ماينكرافت كانت مثاليه جدا لده، لانها مختلفه عند كل لاعب، كل واحد بيبني حاجه بطريقته، كل واحد عنده تجربه سرفايفل مختلفه، فبالتالي كل فيديو او ستريم بيكون فريد من نوعه. الناس شافت الفيديوهات دي واتحمست وراحت اشترت اللعبه، وده عمل حلقه شهره مستمره كبرت مع الوقت. في سنه 2010 نوتش ضاف السرفايفل مود. دلوقتي بقى عندك هيلث وهانجر ومحتاج تجمع موارد وتعيش، وفجاه اللعبه اتحولت من مجرد ساند بوكس بسيطه لتجربه بقاء كامله. ومن هنا بدات الناس تتعامل مع اللعبه بجديه اكتر. اشهر موقف حصل وقت تطوير اللعبه ان الكريبر نفسه اتعمل بالصدفه. نوتش كان بيحاول يعمل حيوان الخنزير في الكود وحصل غلطه في الابعاد وطلع شكل الكريبر، ولكن بدل ما يشيله خلاه وحش جديد بينفجر لما يقرب منه. ومن هنا اتولد الكريبر اللي بقى ايقونه ماينكرافت. وبين 2010 و2011 اللعبه انفجرت على اليوتيوب، وقنوات كبيره بدات تعمل سلاسل كامله من الفيديوهات. واللي حصل ان ماينكرافت صنعت جيل كامل من اليوتيوبرز. وفي نفس الوقت اسس نوتش شركه موجانج عشان يقدر يركز على تطوير اللعبه. الشركه كبرت بسرعه ومعاها اللعبه كمان كبرت، وفي سنه 2011 اللعبه دخلت في مرحله البيتا واتضافت فيتشرز ضخمه زي النذر والدايمنشنز الجديده وريدستون اللي سمح للناس انها تعمل الات كامله جوه اللعبه، وكمان السيرفرات اللي فتحت باب ضخم للكوميونتي كله. وفي نوفمبر 2011 اللعبه نزلت بشكل رسمي في مؤتمر ماينكون واللي حضروا الاف من الفانز، واللي كان غريب جدا وقتها لان ما كانش فيه العاب اندي بتعمل مؤتمرات كبيره بالشكل ده. اللعبه حققت نجاح ضخم وعدد اللاعبين زاد لدرجه ان السيرفرات ما كانتش مستحمله. وفي 2014 مايكروسوفت اشترت موجانج وماينكرافت بمبلغ 2.5 مليار دولار. الناس وقتها كانت متخوفه ان مايكروسوفت تغير شكل اللعبه وتخليها بي تو وين، لكن اللي حصل العكس تماما. مايكروسوفت استثمرت جامد جدا وقدمت نسخه من اللعبه للتعليم اسمها اديوكيشن اديشن، واهتمت ان اللعبه تشتغل على كل البلاتفورمز، وكمان عملوا دعم كامل للكروس بلاي ما بين البلاتفورمز المختلفه، وده خلى اللعبه تكبر بشكل اضخم. لحد النهارده اللعبه باعت اكتر من 300 مليون نسخه، والرقم ده بيخليها اكتر لعبه مبيعا في التاريخ، وبيجي لها اكتر من 140 مليون لاعب شهريا، غير ان الكوميونتي بتاعها ضخم جدا مليان مودز وسيرفرات بتغير شكل اللعبه بالكامل. وده اللي مخلي اللعبه لسه عايشه ومستمره من 2009 لحد دلوقتي. النجاح ده راجع لعوامل كتير بس اهمهم البساطه. اللعبه بسيطه جدا وممكن اي حد يدخل يجربها، لكن في نفس الوقت فيها حريه غير محدوده، بمعنى انك تقدر تبني العالم اللي انت عايزه. كمان المجتمع لعب دور ضخم في نشر اللعبه سواء على اليوتيوب او بالمودز او السيرفرات، والاهم من ده كله ان اللعبه طول الوقت بتتطور وبتتحدث. وبكده نكون وصلنا لنهايه قصه ماينكرافت، لعبه بدات من واحد بيجرب كود لحد ما بقت انجح لعبه في العالم. وده يورينا ان الافكار البسيطه احيانا ممكن تغير صناعه كامله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واكتبوا لي في الكومنتس امتى اول مره لعبتوا ماينكرافت. انا احمد علاء وشكرا ليكم، ونشوفكم باذن الله في الفيديو اللي جاي.